انتوا مصدقين ان الرز اللي قدامكم ده رز مصري مش رز بسمتي؟ احلى رز بالخضار ممكن تاكليه او تعمليه في حياتك كلها. تابع الفيديو الاخر عشان تعرفي التريكات بتاعتي والاسرار بتاعتي اللي قلتها لكم في الفيديو ده، مع احلى حتة لحمة مكمورة. بصوا، احلى من احلاها مطعم. جربوا انتوا بس وما تنسوش تقولولي رأيكم. نبدأ ونقول بسم الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. اول حاجه بقى كده تعمليها وتبداي بيها ميه مغليه زي ما انت شايفه قدامك كده. الميه بتفقس. نزلت فيها بنص معلقه من الفلفل الاسمر، وكمان هنزل فيها بقطع اللحمه دي متقطعه وسط، مش صغيره ومش كبيره. تمام. طبعا الميه الحمراء اللي نازله منها دي عادي جدا، انا شطفتها بس شطفه كده تحت الحنفيه، وبعد كده بعملها في الغلوه دي. الغلوه دي كفيله ان هي تشلك اي زفاره، سواء في لحمه او في فراخ او في اي حاجه في اي حاجه. الغلوه دي اساسيه. حماتي الله يرحمها هي اللي كانت بتعمل الغلوه دي على طول في الطيور، فانا بعملها منها. تمام. ادعوا لها بالرحمه. بعد كده بقى هسيبها لغايه ما تغلي كده غلوتين مع بعض كده. شايفين الريم بتاعها عامل ازاي؟ والميه بتاعتها غامقه جدا. جهزت بقى هنا كده معايا التوابل بتاعتي. حطيت نص معلقه من البابريكا، ونص معلقه من الكركم، ونص معلقه من الفلفل الاسمر، ونص من الكمون، ونص من الكزبره، ونص من القرفه، نص من كل حاجه. تمام. وحطيت كمان معايا ليمونه لومي كبيره، وكمان جوز الطيب وحبهان ومستكه وكبابه صيني وورق لورا. وطبعا قلت لكم مستكه وحبهان. التوابل اللي انت حابه تضيفيها في اللحمه المكموره ضيفيها، ولو حابه تستغني عن اي توابل انا قلت عليها استغني عنها براحتك. بعد كده زي ما انت شفتوا حطيت معلقه سمنه كبيره في الحله وصدمت فيها اللحمه يا جماعه لونها كانها اتحمرت معايا كده. تمام. هتشوفوا برضو معايا كده اللحمه زي ما انتم شايفين قدامكم اهو. اول ما نزلت فيها لان السمنه كانت سخنه جدا جدا، فلما نزلت باللحمه كانها يعني اتحمرت من الجهه بتاعتها وكده. اشوح فيها بقى كده بالسمنه. تفضلي بقى كده تشوحي فيها حلو في السمنة، علشان اللحمة كلها كده تتقلب من كل الجهات كده في السمنة وتاخد من طعم السمنة. تمام. هنزل بقى كمان بالمواد الجافة معايا اللي هو الليمون اللومي وورق اللورا والحبهان والمستكة وجوز الطيب والكباب الصيني. تمام. تمام كده. بصوا بقى التوابل اللي معايا دي، انتي حابه تنقصي منها حاجه نقصي، حابه تزودي حاجه عليهم زودي، براحتك خالص. متاح ليكي اي حاجه تضيفيها واي حاجه انك تشيليها. لكن على فكره كل ما بتضيفي نكهه جديده كل ما الطعم معاكي بيختلف، بس بيختلف لحاجه حلوه مش للاوحش، لا بيختلف للاحلى وبيبقى طعمه تحفه. نزلت بقى كمان كده بمعلقه توم زي ما انتوا شفتوا معايا كده، معلقه توم حلوه، وقلبتها كمان مع المواد الجافه واللحمه دي كلها. وطبعا في حتت لحمه اتحمرت اهو طبعا واضح معاكم في الفيديو. اغطي بقى عليها كده بقى واسيبها على مقطع البصل. تمام. قطعت بقى كده البصله وهنزل بيه فيها بقى كده على اللحمه. تمام كده. يعني انا غطيت عليها الشويه اللي انا قطعت فيهم البصل. طبعا تضيفي كميه البصل اللي انت عاوزاها. انا قطعت البصل جوانح. على ما قطعت كميه البصل كانت هي طبعا اتعملت مع بعضها بقى، وتفتحي كده الغطا تلاقي ريحه تحفه. وتهدي النار وسط، ما تعليش النار عشان ما تلدعش منك. قطعت بقى البصله ونزلت عليها بقى كده. هنزل بقى بالتوابل بتاعتي كلها واديهم بقى كده تقليبه حلوه مع بعض، واسيبها مع نفسها لغاية ما اقطع الفلفل والجزر. تمام كده. امشي معايا بكل حاجة كده، وكل اللي انا بقول عليه اعمليه. بصوا انا كان ممكن اقطع كل حاجة، كان ممكن اقطع الفلفل والطماطم وكل حاجة وانزل بيها مرة واحدة، لكن انا حابة كل حاجة تتشوح كده واحدة واحدة. بعد كده بقى قطعت الفلفل وحطيته كده يتشوح كده مع اللحمة. طبعا هو انا مقلبتوش، لما بغطي عليه الروايح بتدخل في بعضها وبتدي ريحه حلوه جدا. بعد كده برضو قطعت الجزر. يعني انا قطعت البصل وحطيته، وبعد كده رحت قطعت الفلفل وحطيته والجزر وهكذا، والطماطم برضو. حابه بقى انتي تضيفي اي خضار مفيش مشكله، حابه تشيلي اي خضار انا حطاه برضو مفيش مشكله. ليكي حريه الاختيار في التوابل وفي الخضار في كل حاجه. لكن زي ما قلتلك اي حاجه انت بتضيفيها بتديلها نكهه جديده وطعم احلى.
تمام كده. حطيت بقى هنا كده معاكم نص معلقه من السكر، وكمان كنت حطيت تمرايه، لان بعد ما قفلت معاكم افتكرت التمرايه لكن ما صورتهاش، قلت هبقى اقول لكم يعني، علشان طبعا انتوا متعودين معايا على الامانه وعلى الصراحه، واي حاجه بعملها معاكم لازم اقول لكم عليها. بس كده حطيت بقى تمرايه كمان ونص معلقه من السكر، هما الاتنين هيسرعوا من عمليه السوا، لان طبعا اللحمه بتبقى تاخد سوا شويه حلوين كده، وكمان بتديلها طعم حلو كده. وهنا كنت بقول لكم ما تنسونيش باللايك. غطيت بقى عليها كده بعد ما قلبتها كلها مع بعضها، واسيبها بقى كده على جنب. انا ولعت النار التانية، وطبعا انا كنت ضفت لها ميه علشان احنا بنحبها بالصوص. تمام. لو انتوا حابينها بالخضار بس وما يكونش فيها ميه كده، ممكن تقللي كميه الميه عادي جدا. جبت بقى حله تانية كده، حطيت فيها معلقه سمنه كبيره وكمان معلقتين من الزيت. نزلت بقى كده فيهم ببصلايه متقطعه ناعم، بصلايه صغنطوطه كده متقطعه ناعم. اول بقى ما البصلايه دي هتبقى داخله على صفار، يعني داخله على صفار، مش ان هي تصفر، لا، هي دبلت وداخله خلاص على صفار، هنزل عليها بمعلقه توم كبيره، زي ما انتوا شايفين معايا كده، معلقه توم كبيره. طبعا انا جهزت التوابل بتاعتي كلها، هشوحها بقى كده حلو مع البصله. والبصله يا جماعه زي ما قلت لكم ما تصفرش، تكون داخله على صفار، تمام، انما ما تاخدش لون. والثوم برضو يكون ايه يعني، اللي هو اول درجات اللي هو الاصفر بتاعه ده، علشان ما يلدعش منك يعني وكده. نزلت بقى كده دلوقتي عليهم كده بالبسله، اصدمها واقلبها حلو كده. حسيت ان كميه البسله معايا عاوزه تزيد شويه، زودتها. هتشوفوا معايا كل حاجة، تابعي بس معايا الفيديو للآخر وانتي هتعرفي كل حاجة بكل التفاصيل وكل التركات في الأكلة دي. الإيدين بقى اللي هناك دي أنا ما كنتش عارفة أعمل فيها ايه، كان كل شوية يشيل حاجة ويحط حاجة، يشيل حاجة ويحط حاجة، لدرجة ان كان عاوز هو يقلب البسلة. ما علينا. نزلت بقى بالكمية التانية اللي قلتلكوا عليها، انا حبيت يعني اضيف كمية البسلة شوية، ازودها. وبعد ما شوحت البسلة كده شوية، نزلت على البسله بقى كده بالتوابل الجافه، بالليمون اللومي والورق اللورا والحبهان. تمام. وكمان نزلت بالكباب الصيني، حطيت برضو وحدتين منهم كده، وشويه جوز الطيب، يعني حاجه بسيطه خالص 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 من جوز الطيب، سنه، وممكن على فكره تستغني عنها عادي. قلبتهم بقى كده مع بعض كده في البسله، وهسيبهم مع بعض شويه. وبعد كده نزلت بالجزر. طبعا الجزر كان في الفريزر، فالحاجه لما تحط في الفريزر بتزيد سوا شويه، يعني تستوي شويه، فعلشان كده ما ضفتش الجزر دلوقتي مع البسله. البسله قلت اشوحها شويه كده، ويعني تاخد شويه من الصدمه وشويه من السوا كده، لان البسله طبعا معروفه ان هي اللي بتاخد ايه، سوا. تمام كده. افضل بقى كده اشوح فيها كل ده وهي على النار، وبرده كنت بوقف وايدي فيها برده، علشان زي ما قلت لكم البسله بتاخد سوا شويه. مين لسه بيتفرج عليا وما دس لايك للفيديو؟ ايوه، ما هو مش معقول بعد كل التكات اللي بقول لكم عليها دي وما تحطليش لايك للفيديو. نزلت بقى كده بالتوابل اللي معايا كلها، كركم وبابريكا ونص معلقه فلفل اسمر، وكمان كزبره ناشفه وكمون. تمام، نص معلقه من كل حاجه. ولو انت حبيتي تزودي الكركم بعد كده، بعد ما تضيفي يعني الميه وكده، براحتك خالص. بصوا بقى، انا دلوقتي نزلت كده عليها بالميه بتاعه الرز، وهسيبها كده تغلي مع نفسها شويه، يعني حوالي مثلا 5 دقايق كده ولا حاجه، علشان البسله زي ما قلت لكم بتحتاج سوا وكده. فايه، قلت اسيبها مع بعض كده، وهديت عليها النار كده حلو. بعد ما غليت سبتها بقى تستوي مع نفسها. بعد كده هنزل بالجزر. تمام، الجزر ده زي ما قلت لكم كان في الفريزر وكده. وكمان هنزل بالزبيب، ممكن تحط الزبيب في الاخر وممكن تحطيه في الاول، لكن انا هنا حطيته في الاول. تمام، ده الزبيب اللي كنت عاملاه معاكم، تحفه وطعمه عسل. اللي ما شافش الفيديو يروح جري يتفرج عليه. بعد كده بقى هغطي برضو عليهم، اسيبهم كده ياخدوا غلوتين مع بعض. وهنا بقى بوريكم اللحمه، ما شاء الله اللهم بارك، شكلها تحفه ما شاء الله. وعاوزه اقول لكم ان اللحمه يكون فيها نسبه سمين، لان السمين بيدي طعم حلو قوي قوي للحمه عامه، سواء في شوربه بيدي طعم حلو للشوربه قوي، وبيدي طعم حلو برضو للحمه المكموره وكده، فيكون اللحمه فيها نسبه سمين. تعالوا بقى كده
ندخل على الرز. طبعا انا سبته غلوتين، ياخد بس غلوتين حاجه بسيطه كده، لانه برضو لسه هيكمل سوا مع الرز، وكمان الرز بيتردد وكده، فايه يعني ما شاء الله البسله بتكون استوت وكده. هنزل بقى بكمية الرز اللي معايا، وهي فيها كده شوية مية، لان انا كنت محتاجة اظبط مقدار المية بتاعي، لكن في الاخر بعد ما بحط الرز بقى ايه بظبط المية وبظبط الملح وكده. عاوزه اقولك بقى ان انت لو عندك شوربه ممكن تعملي الرز بالشوربه، او ممكن شوربه على ميه، لكن الميه كده كده اصلا فيها ورق لورا وفيها مستكه وفيها من جوز الطيب تمام، وفيها اللومي الليمون وفيها قرنفل، فهي تلقائي شوربه لوحدها تمام. يعني كل الحاجات دي بتعمل اصلا شوربه، وفيها فلفل اسمر والحاجات دي كلها اللي انتوا عارفينها، فهي اصلا يعتبر فيها شوربه تلقائي. لكن انت لو حابه تزودي شوربه كمان، يعني مثلا تحطي كميه الميه وحابه تزودي شوربه براحتك انت بقى، وكل حاجه ترجع لك في الاخر. ظبطت بقى كده كميه الملح بتاعي والحدق بتاع الاكل وكده. بصوا انا مش حاطه ملح كتير ولا حاجه، انا ما شاء الله يعني الملح بتاعي بيكون مظبوط، ولا هو زايد ولا هو قليل، بيكون مظبوط. دلوقتي بقى بعد ما الرز اتشرب الميه كده وهديت عليه يتردد، بوريهولكوا برضو. عاوزه اقولك لما تعملي الرز اظبطي ميتك واعمليه في حله تكون مرتاحه، وان شاء الله يطلع مفلفل معاكي وحلو قوي. نعمل بقى ايه دلوقتي؟ فحميتين كده، واحده للرز وواحده للحمه المطموره، علشان يكونوا بريحه وطعم الفحم. جبت كده ورقه من الفويل، طبقتها كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، والفحميه بعد ما سخنت حطيتها بقى كده وعليها معلقه من الزيت، وتغطي على طول الحله. وكمان زيادة تأكيد علشان البخار ما يطلعش بره، غطيت كده الحلة برضو بفوطة علشان ايه ريحة الفحم والدخان بتاع الفحم كده يتكمر كله في قلب الحلة. هنا برضو كنت لسه مطفية على اللحمة، شايفين البقاليل اللي عمالة تطلع دي. حطيت برضو كده ورقة الفويل والفحماية وبرضو معلقة من الزيت، واغطي على طول، وبرضو احط عليها فوطة كده من فوق علشان نستفاد من ريحة الفحم وما تطلعش بره. 5 دقايق بقى وتقدمي احلى اكله. وكده خلاص خلصنا. عاوزاكم بقى تجربوا الطريقه بتاعتي دي بكل التريكات اللي فيها اللي قلتلكوا عليها في الفيديو، وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. يا ريت بقى، يا ريت ما تنسونيش باللايك تمام. ولو انت اول مره تتفرج عليا اتمنى تشترك في القناه علشان قناتي تكبر بيكم، هي هتكبر بمين يعني غير بيكم.